وأصحاب الهمم السامقة والطموحات العالية لا بد وأن يحصل لهم نوع من التعب. نعيش مع سكينة القرآن، فدعونا نقلب صفحاته وسنجد فيها أخبار الطموحين وكيف كانت أحوالهم مع طموحاتهم. فمن ذلك أن امرأة فرعون، تلك المرأة المؤمنة التي عاشت مع ذلك الظالم المتجبر، تاقت إلى منزل رفيع فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ونجد نبي الله موسى عليه السلام يسأل ربه سؤال من طمحت نفسه لرؤيته فقال: رب أرني أنظر إليك. ودعا سليمان عليه السلام بدعاء الرفعة والمكانة فقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وإلى كل إنسان علت همته وأرهقه ذلك الطموح الذي بداخله أهديك هذه الكلمات وأوصيك بأمور. أولا، استعن بالله على قضاء حوائجك وتحقيق أهدافك التي تطمح لتحقيقها، وتأكد بأنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثانيا، أوصيك أيها المستمع الكريم بتحقيق معنى التوكل على الله وتفويض جميع أمورك التي تتوق لتحقيقها مع بذل الأسباب المشروعة والمباحة، فمن توكل على الله فهو حسبه وكافيه ما أهمه وميسر أمره. ثالثا، أحسن الظن بربك وتيقن أن ما قدره لك هو الخير الذي ربما لم تظهر حكمته لك، فطموحاتك التي أرهقتك هو وحده القادر على تحقيقها. رابعا، اقرأ كتاب الله تعالى وتدبر معانيه وعش مع قصصه، وادع ربك بما دعا به الأنبياء والصالحون مما ورد في آياته وسوره، فالقرآن الكريم سلوان لكل مرهق وجامع لكل متشتت. ولا تنسى أن ترقي نفسك بآياته، فهي شفاء بإذن الله من كل داء، شفاء من الأسقام البدنية والقلبية. ولا شيء أنفع للإنسان من أن يرقي نفسه بنفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.